السؤال اللي كل الناس بتسأله لما توصل لمرحلة النقاشة، اجيب جوتن ولا جي ال سي؟ خصوصا ان جوتن اغلى من جي ال سي. هنا انا بقول لك الخامتين كويسين والخامتين ممتازين، ولكن جي ال سي هاتها في التأسيس هتديك نتيجة ممتازة، خصوصا المعجون بتاعه والسيلر بتاعه ممتازين، وهيديك تأسيس محترم وهتوفر شوية عن جوتن. ولكن هتيجي للتشطيب الوش النهائي بنجيب جوتن، علشان جوتن الملمس بتاعه بيكون ناعم شوية عن جي ال سي. الصبغات بتاعته بتكون صبغات حقيقية مش هتغير معاك وبتطول معاك، يعني ما بتتغيرش بعوامل الجو او مع عوامل الزمن، لا بتفضل معاك، وهو اللون اللي بتشوفه في المعرض هو اللون اللي هتلاقيه على الحيطه في الاخر. كمان معدل الفرد بتاعها اعلى، فانت هتجيب 6 باستلات مثلا في جوتن، هتجيب 7 في جي ال سي، فالفرق دوت انت وفرته وجبت جوده عاليه جدا. فبنصحك تجيب جوتن وهي شركه ممتازه، وجي ال سي في التاسيس وهي شركه برضو ممتازه. اما لو انت شايف ان انت عايز تشتغل كله من ماركه واحده، هتشتغل كله جي ال سي، مفيش ادنى مشكله، هتشتغل كل جوتن، فكده السعر هيبقى مرتفع. فانصحك تجيب جوتن في التشطيب، جي ال سي في التأسيس.